السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وفي اسعد حال. تعالوا كده نسمي بالله ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض النهاردة الفول المدمس. فول كده معانا هنا كده نص كيلو من الفول. انا كده غسلته، انا نقيته الاول ونضفته من اي حاجة تكون فيه، وبعدين غسلته وبعدين نقعت يوم كامل. لما الحبايه كده فتحت معانا اهي، الحبايه كده فتحت معانا كده ازاي، القشره ثابت منها خالص اهي. ودي الحبايه الفول اللي هي البلدي، الحبايه العريضه دي. معانا هنا الفوله بتاعتنا. هنزل كده بها بالفول، حاجه كده نظيفه وتعملها في بيتك نظيفه بمكونات بسيطه، وبيكون الطعم احسن من بتاع المحلات كمان. هنزل كده نزلت معانا بكميه الفول كلها اهي. معانا كده 4 معالق من العدس كده، انا غسلهم كده ومصفيهم. 4 معالق من العدس هننزل بهم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا هنا كوبايه الا ربع من الفول المدشوش برضو غسلاه كده ونقعاه. كده حطيت الفول وبعدين العدس وبعدين الفول المدشوش. ومعانا هنا حبايه طماطم كده نحطها هنا كده معانا على الوش. وكده بقى في ميه مغليه على النار هحطها على الفول وبعدين احطه على البوتاجاز. كده معانا الميه مغليه معانا اهي، مش هحط له ميه بارده خالص. اغطي كده كميه الفول بالميه المغليه معايا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كده غطيته بالميه المغليه معانا كده. هعلي عليه بس شويه، هعلي على النار شويه بس لما الميه تغلي معانا، لما الفول يبدا يغلي معانا، وبعدين اهدي عليه شمعة خالص واغطيه بقى كده ايه. هعمل الغطا شويه كده، هفتح الغطا شويه بس عشان لما يفور معايا في الاول شويه ما يبهدلش معايا الدنيا، وبعدين اغطيه.